بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يختص بكل مفردات الأعلام والمناسبات والوقائع في جزء عما المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أولى حلقات هذا البرنامج المبارك عن اسم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اسمه الله أعرف المعارف، واليوم سيكون حديثنا عن أول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في جزء عما المبارك، وهو الاسم الوحيد الذي في القرآن الكريم في هذه السورة في هذا الموضع، وهو الصمد. والصمد لم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع، أعني في سورة الإخلاص. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسم الله الصمد، وسنتناول هذه الصفة وهذا الاسم لله سبحانه وتعالى بعد أن نذكر سبب النزول لهذه السورة الشريفة، وهي سورة مكية، وسببها ما رواه الترمذي عن أبي رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه، أي ما هو نسب الله سبحانه وتعالى يقصدون هؤلاء السفهاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وعند البيهقي والهروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب ابن الأشرف وحيي ابن أخطب، فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا الحديث يطيب لنا أن نذكر فضائل سورة الإخلاص. سورة الإخلاص من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: احشدوا، أي اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما حشدوا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم: قل هو الله أحد الله الصمد. فلما سألوه قال: أما إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم والبخاري. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بها، أي يقرأ بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال أبو هريرة: فقلت: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت الجنة، جعل الله وإياكم منها أهلها. ووجه العلماء كونها أي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما تحتويه من ثلاثة أمور، وهي إخبار وأحكام
أخبار وأحكام وتوحيد. فجمعت هذه السورة الحديث عن التوحيد، الحديث عن التوحيد. كذلك من فضائل هذه السورة أن الدعاء بها يعد الدعاء بسم الله الأعظم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبدا يقرأ بها في صلاته فقال: هذا عبد آمن بربه. كذلك من فضائل سورة الإخلاص من أحبها أحبه الله وأدخله الجنة. سمع رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الإمام أبو داود. قراءة هذه السورة الشريفة المكية فيها يوجد اسم الله الأعظم، حري بالإنسان أن يدعو بها، وأن تتخلل حاجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى قراءة هذه السورة. وكذلك سمع رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد، أي يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. رواه الإمام أبو داود. وكذلك من فضائل لما علموا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما فيها من الأجر العظيم، أدرك الصحابة فضلها فأحبوها ولزموها، أي أحبوا هذه السورة. من الطبيعي أن الإنسان يحب إنسانا، بل يتعدى يحب جمادا ويحب مكانا، لكن أن يحب كلاما فهذا أمر عجب. كلام من المحبوب لحبيبه من الله سبحانه وتعالى إلى عبده المؤمن، يحب أن يقرأ كلامه ويردد ويتمتم كلامه، وذلك لحب العبد لله سبحانه وتعالى. لما علموا هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقدار المحبة لمن يقرأ هذه السورة الشريفة لزموها وأناخوا مطاياهم رواحلهم عندها. ومن ذلك قصة الرجل الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، كان يؤمهم، فيختم بقل هو الله أحد، أي يقرأ ما شاء من كتاب الله عز وجل، ثم إذا أراد أن يركع قرأ وختم قل هو الله أحد، أي سورة قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. انظروا لفطنة هذا الصحابي، قال لأنها صفة الرحمن. هذه السورة الشريفة التي تصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه الأحد الأوحد والصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ندا أحد. فماذا نال حب الصحابي هذا لهذه السورة القصيرة في مبناها؟ قال حبه قال: أخبروه أن الله
يحبه، وذلك لحبه لقراءة هذه السورة وفطنته هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما فيها من صفة الرحمن، صفة الرحمن. وفي قصة كذلك الصحابي الأنصاري الذي كان يؤم أصحابه في مسجد قباء، فيفتتح كل ركعة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من كتاب الله، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. أي حب وأي عشق لكلامه سبحانه وتعالى أن يقرأ الإنسان سورة وكلاما يردده ويتمتمه آناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك لما فيه من المحبة الخالصة بين العبد والمؤمن، بين العبد وربه سبحانه وتعالى، بين الرحمن والمسلم، أن يقرأ ويتمتم والنهاية والعاقبة حب الله سبحانه وتعالى. هاتوا لي من كلام أهل الدنيا، هاتوا لي من كلام أهل الدنيا يعدل المحبة والعلاقة التي تربط المؤمن الذي يتمتم ويذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفتر لسانه عن ذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، ويورثه بعد ذلك حبا يدخله الجنة ويدخله في مقام المحبة والعبودية. لا يوجد من كلام أهل الدنيا ولا من أهل الدنيا أنفسهم من تقرأ كلامه يحبك ويقربك إلا رب العزة والجلال الرحيم الرحمن، هو سبحانه المتفرد بأن من يقرأ كلامه ويتمتمه ويذكره ويتعبده يورثه الرحمة ويورثه المحبة، بل ويورثه دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك من فضائل هذه السورة قصر في الجنة، قصر في الجنة. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا نستكثر يا رسول الله، أي نقرأها كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. رواه الإمام أحمد. أن الإنسان حري بالمؤمن أن يجعل في يومه وليلته أن يختم هذه السورة 10 مرات، 10 مرات تعدل بناء قصر في الجنة، بناء قصر في الجنة. وما بالكم أيها الأحبة وأيها المشاهدين بمن يقرأ في الدنيا ويبنى له في الآخرة، كأنه ضمن عند الله سبحانه وتعالى بأن له أرضا يبني عليها وملائكة تبني له، وهم أشرف الكائنات، أشرف المخلوقات التي خلقها الله من نور، تبني له قصرا في الجنة. فما بال أهل الدنيا الذي يتعب ويكد ويشقى في أن يجد أرضا مناسبة، وأن يجد موادا للبناء، وأن يصبر مدة معينة حتى يكتمل البناء. هذا أداعيك من الظروف المناخية التي تحيل أو تحول بين البناء واكتماله. فما بالكم بالمؤمن الذي بينه وبين أن يبني بيته وقصره في الجنة إلا أن يحرك هذه العضلة، أعني اللسان، ويتمتم ويذكر كثيرا ويكون له قصرا في الجنة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الرحمن هو الرحيم. وفي الحديث
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وتقابل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ماذا قال له نبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مواد البناء في الآخرة، وكل من أراد أن يكون له بيتا ومن أراد أن يكون له نخلة أو يكون له قصرا فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل سورة الإخلاص أن قراءتها حصن حصين مكين متين من الشيطان الرجيم. تعلمون أيها الأحبة بأن المعركة بين الشيطان يرأسهم إبليس وأعوانه وبين بنو آدم قائمة إلى يوم القيامة، وأن إبليس تكلم أمام الله سبحانه وتعالى وأقسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأقسم على الله سبحانه وتعالى بعزته سبحانه وتعالى بأن يغوي بني آدم ولا يترك لهم سبيلا إلى الخير إلا وقد دخل فيه. قال ربنا والله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، لم يقل الشيطان سبحانه وتعالى، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، وذلك لأن الشيطان له نفس طويل مع ابن آدم ليغويه، لا يغويه من مرة أو مرتين أو محاولة أو محاولتين أو تجربة أو تجربتين أو نظرة أو نظرتين أو فعلة أو فعلتين، لكنه خطوات يبدأ معه بالتدرج حتى يغويه. من الحصن الحصين من عدم الإغواء قراءة سورة الإخلاص، ففي سنن أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله ابن خبيب رضي الله تعالى عنه قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والمعوذتين وينفث في يده ويمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده قبل أن ينام. هذه سنة، أن الإنسان قبل أن ينام أن يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. وكذلك أحبتي وأعزائي المشاهدين حري بأن نعلم ونمسح بها أطفالنا. وقال لعقبة بن عامر الجهني عن السور ال3 قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن، أي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3. هذه فضائل سورة الإخلاص. أما اسم الله الصمد وهو حديثنا في هذه الحلقة المباركة، فاسم الله الصمد لم يرد إلا مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه السورة وفي هذا الموضع. قال ربنا: قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء ذكره في السنة النبوية أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والمعنى اللغوي لاسم الله الصمد
قالوا في اللسان أي في لسان العرب صمد يصمده وصمد إليه كلاهما أي قصده، وصمد الأمر أي قصده واعتمده، وتصمد له بالعصا أي قصده، وبيت مصمد بالتشديد أي مقصود، وأصمد إليه الأمر أي أسنده. والصمد بالتحريك هو السيد المطاع الذي لا يقضى الأمر دونه. وقيل عن معنى الصمد هو الذي يصمد إليه أو يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد إليه في الحوائج. وفي حق الله سبحانه وتعالى قال ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه بعد أن ساق الأقوال في معنى الصمد، قال: الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه، وقال: الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي العرب أشرافها. وقال الزجاج رحمة الله عليه وأصحه أنه الصمد أي السيد المصمود إليه في الحوائج. وقال الخطابي رحمة الله عليه: الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. وأصل الصمد أي القصد، ويقال للرجل أصمد وصمد فلان أي أقصد وقصده. وجاء في التفسير أن الصمد هو الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل هو الصمد هو الدائم، وقيل هو الباقي بعد فناء خلقه. وأصح هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق، والله أعلم. انتهى كلام الإمام الطبري. وقال ابن القيم الجوزي رحمه الله في نونيته: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كنا قد توقفنا في الحديث قبل الفاصل عن قول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن الصمد في نونيته، قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. وقال في موضع آخر: والله أكبر واحد صمد، وكل الشأن في صمدية الرحمن، نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذلك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الخصال فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال جمهور السلف رحمة الله تعالى عليهم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. ويقول في موطن آخر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله صمد بل قال الله الصمد، فبين أنه المستحق لأنه يكون هو الصمد دون سواه. قد علمنا أعزائي المشاهدين على كلمة الصمد، وكما قال ابن عباس: السيد الذي كمل سؤدده، والحكيم الذي كمل حكمه، والجواد الذي كمل جواده. فما هو ثمرات الإيمان بهذه الصفة؟ علمنا صفة ربنا سبحانه وتعالى بأنه صمد، فما هي الثمرات التي يورثها إيماننا بهذا الاسم العظيم وبهذه الصفة وهي الصمد؟ من آثار الإيمان، ولنركز وهو لب الحلقة، وسنقف في نهاية كل حلقة نستعرض الثمرات، وهي الهدايات العملية والعلمية التي لابد أن تتحقق في المرء بعد ما يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما نذكر كل شيء نأخذ في نهاية الحلقة الهدايات العملية والعلمية في حياتنا اليومية. ومن آثار الإيمان بالله بسم الله الصمد، أولا محبة الله عز وجل الذي تصمد له الخلائق وتهرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، لأنه سبحانه القادر على ذلك، وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولازم هذه المحبة عبادته سبحانه لا شريك له، والبراءة من الشرك وأهله، وإفراده بالرغبة والرهبة. من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى باسمه الصمد إفراده سبحانه وتعالى بالتوكل والتعلق وتفويض الأمور إليه سبحانه، والثقة في كفايته وقدرته، لأنه الصمد المقصود من جميع عباده في قضاء الحاجات. علمنا أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الصمد، زادنا محبة له سبحانه وتعالى. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، علمنا من اسم الله أنه الصمد وأنه يقصد إليه في كل الحاجات، أفردنا له توكلنا وتعلق قلوبنا وتفويض أمورنا إليه سبحانه وتعالى، لأنه الصمد.
كذلك من ثمرات الله سبحانه وتعالى تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله وحمده والثناء عليه، لأنه كامل في أوصافه سبحانه وتعالى، في سؤدده وفي أسمائه وفي صفاته، لأنه الصمد لابد أن نعظمه، لأنه الصمد تصمد إليه الخلائق وتهرع إليه في قضاء الحاجات والرغبات. الصمد، وهذا يقتضي تعظيمه، يقتضي كما أنه يقتضي محبته يقتضي الخوف منه ورجاء ما عنده والأخذ بأسباب مرضاته وترك ما يسخطه سبحانه ويغضبه. علمنا بأنه الصمد. رابعا من ثمرات الإيمان باسمه الصمد دعاؤه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم والتوسل إليه لما يتضمنه من الكمال والجمال والجلال. ولهذا قلنا سابقا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي دعا الله عز وجل بهذا الاسم فقال: اللهم إني أسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الدعوة الذي ذكرها ذلك الصحابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لأنه الصمد. خامسا لأنه الصمد أن يتوجه إليه وحده لا شريك له في طلب الحاجات. إذا كان الله بمثابة هذه الأوصاف العظيمة التي يجمعها الاسم الكريم الصمد، فينبغي على العبد أن يتوجه إليه دون سواه، فلا يطلب إلا منه، فهو السيد الصمد الذي لا شيء فوقه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولهذا أعزائي المشاهدين رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أدب رفيع، فقال في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث المعروف: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك من الآثار أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء وضمن لنا الإجابة في الأثر السابق، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك قال طاووس بن كيسان لعطاء: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونه أبوابه وجعل عليه حجابه، ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة. وقال أحدهم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان الذي تسأله كثيرا وتطلب منه حاجتك كثيرا، المرة الأولى والثانية والثالثة قد يغض الطرف وقد يبتسم ابتسامة باردة في مجاملتك، لكن إن أكثرته غضب. والله يغضب إن تركت سؤاله. الله سبحانه وتعالى يغضب من الإنسان الذي لا يطلب الحاجات منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صمد، كل يوم هو في شأن. وكان السلف الصالح يستحون أن يسألوا غير الله، فقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: دخل هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي الكعبة، فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمرو
ابن عمر رحمه الله، فقال: يا سالم سلني حاجة. فقال له: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله. فلما خرج، أي سالم خرج في أثره، فقال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة. فقال سالم: وهذا خليفة أموي، يعني هو الأمير في تلك الفترة، وخلفه حاشيته وزبانيته، ويمشي خلف هذا الولي من أولياء الله الصالحين، ولا نزكي على الله ونحسبه كذلك. فقال له: يا سالم الآن خرجت من بيت الله، سلني حاجتك. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ بادره بالسؤال، فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من يملكها، أي ما سألت الله من حوائج الدنيا، فكيف أسأل من لا يملكها وهو أنت يا ابن آدم؟ وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب حتى للمحتاج المستحق، لا يجب عليه أن يطلب الناس. يقول ابن القيم: وكذلك كان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا يجب على الإنسان أن يسأل حتى لو افتقر. يقول: وسمعته يقول في بعض السؤال: هو ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس. أي ظلمك أي سؤالك للناس واستجداءك للناس ومد يدك للناس هو ظلم في حق نفسك، وفي حق الخلق، وفي حق ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم، ولنستمع كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وأخذ البيع عليهم، وما كان يطالب الجميع بهذا. ولنستمع لحديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، أي قد بايعناك سلفا. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ يقول: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تبايعونني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفية وهي الشاهد: ولا تسألوا الناس شيئا. ولا تسألوا الناس شيئا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كما في حديث ابن عمر الصدقة والتعفف عن المسألة. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. ويقول شيخ الإسلام: وهذا كلمة عظيمة وقاعدة في التعامل مع حاجات نفسك وفي حياتك الدنيا مع الناس. قال شيخ الإسلام: استغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. والنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بالجنة لمن ترك السؤال، كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ قال: قلت يا رسول الله أنا. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. أمر عظيم أن الإنسان يبقى عفيفا كريما ذو كرامة في أموره وفي فقره وفي ضنكه، ولا يسأل إلا الصمد. فالمقصود أن العبد لا يسأل غير الرب الصمد السيد. وفي الحديث:
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك له برزق عاجل أو آجل. أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. والله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة تبوك لما نفذت أزوادهم أي الزاد ومتاع المؤونة الذي يتزودون بها أثناء سيرهم في غزوة تبوك، نفذ من أكثر الصحاب، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث أبو هريرة، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بنطع قماش أو جلد فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم أي الحاجة من الشيء الزائد من المؤونة، فجعل الرجل يجيء بكف ذرى، ثم قال ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بأن يصمدون إلى الله في الطلب، حتى يقول الصحابي حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس في قصة الاستسقاء على المنبر، لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته الشريفة. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال ادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السماء إلا أفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، حتى سال الوادي شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بجود الخصب أي الربيع. اللهم صل وبارك عليه. هذا طمأنينة النفس حين يعلم الإنسان بأنه يفزع إلى الصمد. إذا علم الإنسان أن ربه هو السيد الصمد الذي يرجع إليه الأمر كله، فإنه يلجأ ويعتمد عليه ولا يعتمد على غيره. كذلك من ثمرات الصمد الإيمان بالصمد أن الله تعالى هو الغني الحميد الذي لا يفتقر إلى غيره ولا يستغني عنه شيء من خلقه، كما قال ربنا هو سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك
سابعا من ثمرات الإيمان باسم الله الصمد سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع الكائنات والمخلوقات، لكونه سيدا مرجوعا إليه في قضاء الحاجات. سعة علمه سبحانه وتعالى في حاجاتك كلها، الذي طلبتها والذي لم تطلبها والذي ستطلبها منه سبحانه وتعالى. كذلك من الثمرات إشارة إلى أنه تعالى كريم بر رحيم، لأنه لا يصمد إليه إلا أن يكون هكذا سبحانه وتعالى، لأنه الكريم يصمد إليه، لأنه العليم يصمد إليه، لأنه القادر القاهر المنتقم الحنان المنان الرؤوف الرحيم الرحمن يصمد إليه ويقصد إليه. قال ربنا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كذلك من الثمرات أن الله تعالى هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، لم يزل ولا يزول، وهذا من لوازم صمديته. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. فما في الغنى أحد مثلكم، وفي الفقر لا عصبة مثلنا، وأنت هو الصمد المرتجى. فيا ليت شعري أنا من أنا إذا كنت في كل حال معي، فعما سواك أنا في غنى. مساكينك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اجعلنا من أهلك الذين هم أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته. ونهاية أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، ما أثر الصمد الذي تتركه في يومك وليلتك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى من مشاركاتكم على قناة سلام الفضائية وحساباتها في شبكة سلام الفضائية على منصات التواصل الاجتماعي. إلى لقاء آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.